أسرة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف حقيقة استغاثة متداولة وتتوعد مروجي الشائعات. نفت أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ما تم تداوله مؤخرا بشأن عدم قدرة الفنان على تأمين ثمن الدواء والطعام، مشددة على أن الناس ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات. وأصدرت أسرة الفنان بيانا جاء فيه نصا: سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة هذه الصفحات الكاذبة التي تعتمد على أخبار مفبركة بهدف السعي وراء الترندات، وما تم تداوله يعتبر أحد أسوأ أنواع التشهير للفنان ولالتزامه تجاه أسرته، ولن نقف مكتوف الأيدي أمام هذا العبث. وأكدت الأسرة تمسكها الكامل بحماية اسم الفنان وحقوقه القانونية، موضحة أن جميع هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ولا تعكس الواقع بأي شكل. وفي وقت سابق توجه الموسيقار أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بالشكر إلى وزير المالية أحمد كوجك لاهتمامه ومتابعته أزمة الحجز على حساب والده البنكي، حيث أمر بفتح تحقيق في الواقع وعليه تم رفع الحجز مباشرة. وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر فيسبوك: أتقدم بخالص الشكر والعرفان لمعالي وزير المالية لاهتمامه الشديد ومتابعته موضوع الحجز على حساب الوالد، ولقد أمر سيادته بفتح تحقيق في الواقع وتم رفع الحجز عن الحساب، وأتمنى أن تكون بداية الحل لهذا الموضوع ويتم قفل ملفه الضريبي تماما، بما أنه اعتزل الفن والعمل منذ أكثر من 5 سنوات. وكشف الموسيقار أحمد أبو زهرة عبر فيسبوك أمس أن مصلحة الضرائب حجزت على أموال والده ومعاشه، وهو ما اعتبره إهانة كبيرة. وقال: مصلحة الضرائب أهانت والدي وحجزت على أمواله، ويا ريته عنده أموال ومليارات في البنك، دي بتحجز على معاش مش بيكمل ربع تمن الأدوية اللي بياخدها. ارحموا فنان أفنى أكثر من 60 سنة من عمره في خدمة هذا الوطن.